كحك العيد، كحك ناعم ودايب، كحك بالسمن الفلاحي. وازاي نحافظ على الحشوة بتاعته وما تنشفش مننا من الفرن. هنشوف ده كله. اول حاجة هحضر الحشوة. معايا هنا ملبن لازم يكون فاتح وطري بالشكل ده. بلاش تجيبي الملبن الغامق عشان ده خد سوا كتير وهينشف معاكي في الفرن. وهحط عليه عين جمل مجروش خشن، وهبدأ اقلب كل المكونات دي مع بعض، الملبن مع السمنة عين الجمل، واحاول اقلبهم كده مع بعض بايدينا. بضيف عليه معلقه سمنه او معلقه زبده، وبالطريقه دي عمره ما ينشف معاكي. ونكور الملبن على قد حجم الكحكايه اللي انت عايزاها بالشكل ده. وبكده يبقى حضرنا الحشوه. نسيبها على جنب ونبدا نحضر عجينه الكحك. بالنسبه للدقيق، سواء مخصص كحك وبسكوت او متعدد الاستخدامات، هنحط نص معلقه ملح، ومعلقه صغيره خميره، ونص معلقه بيكنج باودر، و3 معالق كبار سمسم، ومعلقة كبيرة محلب، ومعلقة كبيرة ريحة كحك. وهضيف معلقتين كبار سكر بودر. لو ما عندكيش سكر بودر تقدري تضيفي سكر عادي. وهبدأ اخلط المكونات الجافة مع بعض علشان اضمن ان مفيش حاجة متكتلة، وكمان عشان يختلطوا كويس قبل ما اضيف عليهم السمنة. بالنسبة للكحك المرة دي انا عاملاه على البارد، وهضيف 600 جرام سمن فلاحي بدرجة حرارة المطبخ. وهبدأ اغلف الدقيق بالسمنة وابسه بالشكل ده. دي اهم مرحلة عشان يطلع معانا الكحك دايب وناعم. وبالنسبة للسمنة ممكن تضيف 500 جرام سمنة، ده لو الكحكة عايزاها متماسكة نفسها شوية. 550 لو ناعم سيكا. لو 600 يبقى ناعم قوي وحلو ودايب زي اللي بنجيبه من بره. يعني كمية السمنة هي اللي بتحدد لك نوعية الكحكاية. ونوع السمنة كل ما كان حلو هيديكي نتيجة حلوة للكحك، طعم وريحة. وهنا بعد ما بستيت الكحك بالشكل ده وبدأ يتجمع معايا زي الكتل كده، واختفى كل الدقيق الأبيض، هبدأ هنا أضيف السوائل. عندي كوباية لبن دافي أو مية دافية. نبدأ نجمع العجينة، مش هنعجن، ونلم العجينة لغاية ما السوائل معانا تختفي والعجينة تتشرب اللبن. هنا السوائل ما نكترش فيها، ونخدم العجينة كويس، وكمان ما نعجنش كتير عشان ما تعملش عرق. وهنختبر العجينة بتاعتنا، هنعمل كورة ونشوف كانت بتشقق ولا لا. ونلفها على ايدينا بالشكل ده ونضغط عليها، وطلع حلو معانا مشققتش. لو شققت منك يبقى محتاجة العجينة تتخدم وتسخنيها كده بين ايديكي، هتبقى حلوة وما تضيفيش اي سوائل عشان العجينة ما تنشفش. واخدنا قطعة من العجينة على قد الكحكاية اللي انت عايزاها. وهنا حجم الكحكاية ترجعلك، وافرغها من النص عشان احط الحشوة. اقفل عليها كويس وابدأ تاني الفها على ايدي، نبصم بالبصامة او ننقش بالمنقاش. هنا هوريكم العجينة بالمنقاش، تنقشي بقى زي ما انت عايزة. الشكل دوت انا عملته، شكلها جميل قوي. اخد قطعة عجينة تاني اعمل كحكاية، ونبدأ نلفها بين ايدينا بالشكل ده، نخدمها كويس. وبعد كده افرغها من النص واحط الحشوة فيها. واهم حاجة نقفل عليها كويس عشان الحشوة ما تخرجش، ونرجع تاني نلفها
وهنا انا هبصم بالبصامة. بصوا العجينة تحفة، ولا بتشقق ولا بيجرالها حاجة، الحمد لله طالعة جميلة ومظبوطة. مكتريش خميرة وبيكنج باودر علشان ما يفرش معاكي وكمان الرسمة تروح. وحاجة تاني، ما نكترش في التخمير، ما نسيبهوش يخمر. اول ما بنخلص بنحطه على طول في الفرن، نكون مسخنينه وندخله على طول. وطبعا درجة حرارة الفرن تختلف عن سوى الكحكاية، لو كانت محشية او سادة. سادة بتخش على 170 او 180 عشان كلها عجين وما فيهاش حشوة في النص، على عكس الكحكاية المحشية بتاخد وقت اقل في الفرن، بس بتخش على درجة حرارة اعلى. بدخله على الرف في الفرن لغاية ما ياخد معانا لون حلو. ولو اخد معاكي لون من تحت وعايزة تشغلي عليه الشواية، تشغليها هادية جدا. هنا منجيش جنب الكحك لغاية ما يبرد تماما، ولا ننقله في علب او اي حاجة نحافظة الا لما يبرد تماما ويهدى. الكحكاية هنا مش مستحملة، ناعمة والحشوة جميلة وطرية، ما نشفتش معانا في الفرن، تحفة، ريحة جميلة قوي. نحافظ على النقشة بتاعته بالشكل ده. ودي كانت نقشة البسطامة، النقشة محافظة عليها وما راحتش عشان ما خمرناش. وهوريكم النقشات بالمنقاش. عندي البنات ساعدوني وعملوا الحاجات دي، خليهم يساعدوكم، بيبقى فرحة تحفة. شكله حلو قوي وريحته جميلة واخد لون حلو. وهنا اوريكم الحشوة عاملة ازاي ومخرجتش، وطرية وناعم وجميل. تاخده بقى بالطلب وتحط عليه سكر بودر، ما تحطش على كل الكمية سكر، ونقدر نحافظ عليه في علبة محكمة الغلق علشان نحافظ عليه بالشكل ده. انا بحافظ عليه، وكل ما احتاج بطلع بالطلب وارش رشة السكر ساعة التقديم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم واستفدتوا لو حتى معلومة صغيرة. كل سنة وانتم طيبين وصحة وهنا على قلوبكم.